اللهم يسر امورنا وارحم ضعفنا واغفر يا رب ذنوبنا وتولى يا رب العالمين امرنا واشرح يا رب العالمين صدورنا وطهر يا رب العالمين قلوبنا وارحم يا رب العالمين امواتنا. الفاتحة الى روح الام المتوفاة والى روح امي واموات المسلمين اجمعين والى روح امهاتكم جميعا وابائكم والى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يوفقنا الله لما يحبه ويرضاه. الفاتحة. أتقدم باسم عمام عائلة أبو منصور وعمام عائلات أبو مسعود بالعزاز والصالحية القديمة بالشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من جاء مشاركا واجب العزاء. أتقدم باسم الحاج محمد عبد العزيز منصور، حاج عوض عبد العزيز منصور، حاج أنور عبد العزيز منصور، الأستاذ جمعة عبد العزيز منصور، المعلم السيد عبد العزيز منصور، الأستاذ الشافعي عبد العزيز منصور وأبنائه جميعا واحفادهم وعلى العائلات المرتبطه بصلة جميعا بالشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من جاء مشاركا واجب العزاء. بسم الله المحمود بكل المحامد، العالم بكل راكع او ساجد، العالم بكل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. والصلاة والسلام على رمز الكمال وكمال الكمال وكمال الجمال وجمال الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصلي وأسلم على صاحب الذكرى، أصلي وأسلم على صاحب الهجرة، أصلي وأسلم على ضيف الله على بساط أنس الله والذي حيا ربه وربه حياه ناداه قائلا التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فرد عليه السلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يطمع بالسلام لنفسه فرد قائلا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهد بالوحدانية لله جل وعلا قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما كان في هذا المقام المهيب للملائكة إلا أنها كانت تصلي على الحبيب بأمر من المجيب فقالت الملائكة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذا ماتت الأم نادى مناد من قبل
الله جل وعلا قائلا: ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجله. في ليلة التكريم للأم الراحلة اسأل ربي عز وجل ان يغفر ذنبها وان يوسع في قبرها وان يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وهم ابناؤها الفضلاء واحفادها الاعزاء راضين بقضاء الله وقدره وصابرين بما قدر الله لهم ويقافون امامكم يستقبلون ضيوفهم الذين يأتون اليهم من كل صوب وحد، لان الرجال لا يأتيهم الا الرجال. عموم عائلات الصالحية القديمة اتقدم باسمهم بالشكر والتقديم لحضراتكم ولكل من جاء مشاركا واجب العزاء. اخوة الايمان والاسلام، في حضور فضيلة القارئ الشيخ محمود عادل الخليل، القارئ الشيخ السيد عبد الحميد مجاهد، اولى فقرات هذه الليلة المباركة فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الفتاح المأزور. يتفضل فضيلته مشكورا ليتلو علينا ما تيسر له من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى إنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. فإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
ذلك أدنى ألا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ولا تأكلوها إسرافا وبدارا يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل صدق الله العظيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. فإذا دفعتم
وكفى بالله وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون نصيبا مفروضا وإذا قضى القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا وإذا حضر القسمة أولو القربى وإذا حضر القسمة أولو القربى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. 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 فليتقوا
الله
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. جهلت عيون الناس ما بداخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. ايها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون اسيرا. ربي معي فمن الذي اخشى اذا فوحده ربي يحسن التدبير. وهو الذي قال في قرآنه وكفى بربه هاديا ونصيرا. اولى فقرات هذه الليلة الكريمة المباركة عشنا في رحاب القرآن الكريم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ احمد عبد الفتاح المأزوز على مركز ومدينة الحسينية في تكريم الام الراحلة والمربية الفاضلة بقيدة اسر وعائلات ابو منصور وابو مسعود على عموم قريتي العزاز والصالحية القديمة. اسأل ربي عز وجل لها فيضان الرحمات وواسع المغفرة. انت يا ربي ولي ذلك والقادر عليه. اتقدم باسم الحاج محمد عبد العزيز منصور، حاج عوض عبد العزيز منصور، حاج انور عبد العزيز منصور، الاستاذ جمع عبد العزيز منصور، معلم السيد عبد العزيز منصور، الاستاذ الشافعي عبد العزيز منصور، اصهارهم وانسابهم واحفادهم والعائلات المرتبطة بصلتهم جميعا. اتقدم باسمهم بالشكر والتقدير لحضراتكم ولكل من جاء مشاركا واجب العزاء. شكرا للهندسة الاذاعية والصوتية لهذا اللقاء اولاد الحاج امام محمد الامام بالصالحية القديمة. هذا القصر المشيد والإنارة للمعلم عماد الدودي المقيم بالصالحية القديمة. أما عن واجب الضيافة والخدمات الفندقية للمتر هاني أبو عبيد. هذا اللقاء عبر شاشات الانترنت للمهندس حسن عثمان المقيم بالصالحية القديمة. إخوة الإيمان والإسلام،